عارفة ايه الفرق بين الست اللي بتجري ورا التقدير وبين الست اللي التقدير هو اللي بيجري وراها؟ ليه في واحدة ممكن تعمل كل حاجة وتضحي بكل حاجة وفي الآخر تلاقي تجاهل، وواحدة تانية كلمة منها بتهز كيان اللي قدامها كله؟ النهاردة هقولك السر من منظور نفسي عميق، سر المرأة الغالية. في علم النفس المرأة الغالية مش هي اللي لبسها غالي ولا راكبة أحدث عربية، لا خالص. المرأة الغالية هي اللي عندها حدود نفسية فولاذية. أول سر، هي مش متاحة طول الوقت. مش أي مكالمة لازم تترد عليها في ثانية، مش أي خروجة لازم توافق عليها عشان ما تزعلش حد منها. هي عندها حياتها وشغفها ووقتها اللي هي بتحترمه، فبالتالي الكل بيضطر يحترمه. تاني سر، بتقول لأ بس بشياكة. المرأة الغالية ما بيتمش استنزافها عاطفيا. لو حاجة مش مناسبة لمبادئها أو لراحتها بتعتذر، مش هقدر، معلش، ما عنديش وقت، مش متاحة دلوقتي، من غير تأنيب لضميرها خالص. السر الثالث، وده أنا بشوفه من وجهة نظري هو أهم سر، سيكولوجية الاستغناء. ده أهم سر يا جماعة. هي عارفة إنها إضافة لأي مكان، إضافة لأي شخص، مش محتاجة حد يكملها. بس خلوا بالكم يكون الكلام ده فعلا حقيقي، مش كلام بتردده وخلاص وهي لا قيمة لها. لا، هي بتشتغل على قيمتها وبتعلي استحقاقها فعلا على أرض الواقع. هي داخلة العلاقة وهي شبعانة نفسيا، فما بتخافش من الفقد. والنتيجة ايه؟ الطرف التاني بيمسك فيها أكتر. بصفتي متخصصة بقولك إن الأنوثة مش ضعف ولا استسلام. الأنوثة قوة ناعمة، قوة ناعمة. المرأة الغالية هي اللي بتعرف توازن بين حنيتها كأنثى وبين هبتها كشخصية ليها كيان مستقل. لو حاسة إنك الفترة دي مستنزفة أو مش واخدة تقديرك، يبقى لازم تراجعي حدودك. وعشان كده أنا عاملة لكم كورس اسمه فن الحدود والمسافات مجانا على قناتي في التليجرام. والنهاردة هننزل الحلقة التانية من الكورس المجاني، وهنعرف فيها ايه الجمل السحرية اللي هترجع لك هيبتك تاني. شوفوا اللينك هسيبه لكم في اول كومنت، واكتبوا لي في التعليقات هل انتي شايفة نفسك امرأة غالية فعلا ولا لا. مستنية تعليقاتكم.